السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان، فيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. إن شاء الله هنستكمل توضيب المطبخ أو ترتيب المطبخ، ده الجزء الثاني إن شاء الله، توضيب دولاب المطبخ. هنا عندي ده الضرفة الثانية، معانا ضرفتين، دي الضرفة الثالثة من تحت. أول حاجة طبعا أنا نزلت كل حاجة من المطبخ، وبرده مسحته بالبخاخ اللي احنا مسحنا بيه قبل كده، اللي فيه خل وبريل، وسبته لما يشرب شويه. وبعد كده بفرش دلوقتي المفارش. ايه رايكم؟ انا هخلي هنا، هنغير بقى ونخليه على الظهر. هنفرش المفارش هنا على ظهر المطبخ. بعد كده هبتدي ارص. هنا رصيت الاطباق على المنظم البلاستيك. المنظم ده بيبقى حلو قوي للاطباق، انا عندي منه في النيش، وهبقى اجيب برده هنا لان ده بس هنا الموجود في المطبخ. طبعا ده طقم الاركوبال بتاعي. هكمل بقى بقيته، هرص بقيته هنا. خلصت كده رص الرف اللي تحت، رصيت كده طقم الاركوبال. طبعا هو في حاجات اتكسرت منه، يعني الاولاد ربنا يخلي. هرص بقى الرف اللي فوق ده. والرف اللي فوق ده انا حاطه هنا طقم الميلامين. ده طقم الميلامين كده، رصيت كل الاطباق على بعضها بحيث ما تاخدش مساحه. وحطيت ده كده. ممكن احط هنا كمان ده طقم الصيني بتاع المطبخ. انا كنت جايبه طقم صيني للمطبخ غير الطقم الصيني اللي بيبقى في النيش. فده اخر حاجه تبقى منه. يعني لسه وانا برص دلوقتي ابني كسر لي طبق، ما شاء الله عليه، ربنا يهديه. ربنا يهديهم يا رب. يعني مكسر لي معظم الطقم. عشان كده بحاول احط الصيني والحاجه اللي خاف عليها تحت. يا ماما. نعم. خد الكرة عشان لما تقع تبقى قريبه من الارض. يعني حتى انا هنا في المطبخ بفرش فرشه، يعني في المطبخ حتى بحاول ان انا افرش حاجه تتلقى تكسير. خلاص كده الرف ده خلص معايا كده. هنا زي ما قلت لكم، هنا الميلامين، وتحت طقم الاركوبال. يبقى كده احنا خلصنا رص الضرفه دي. وكمان عندي الضرفه دي هي في الزاويه كده. بصوا انا بحط فيها الحاجات في بعضها كده، اللي هي بحط فيها الصواني والبلاستيكات واي حاجه ببعضها. وتحت هنا بتاعه التوزيع، وورا بتاعه المعالق. وهنا برضو حاجات اللي هي ورق الزبده وورق السلوفان والبلاستيك ده، ولفه الاسترتش البلاستيك. لمهم كده. انا عارفه كل الحاجه اللي انا عايزاها، يعني باخدها هنا. يعني الزاويه دي طبعا هي جوه غويطه، حاطه فيها الحاجات اللي انا مش محتاجاها استعمالها قوي. يعني انا ما بحبش اي حاجه على الرخامه كتير، فاي حاجه مش بستخدمها بدخلها لجوه. يبقى احنا كده خلاص خلصنا مع بعض النص او الجزء الاول من المطبخ اللي هو تحت. عملنا طبعا في فيديوهين، اللي هو الرف الاولاني اللي هو عملنا فيه هنا الحلل الالومنيوم. طبعا هو زي ما انتوا قلتوا، لو يستحسن ان المطبخ يبقى فيه رف، يعني يكون مقسوم، يعني بدل ما هو جزء واحد على بعضه يبقى فيه رف وسط. فانا بفكر ان انا بصراحه اعمل كده. وهنا طبعا ده اللي هو الرف التاني برضو على بعضه، لو مقسوم كان احسن. اللي قلنا فيه هنا التيفال والصاج والصواني، واللي فوق على طول طبعا الدرجين، هما دول اللي عندي في المطبخ. زي ده برضو عملناه قبل كده مع بعض، تنظيم الدرجين. وقلنا هنا ده الرف اللي هو في الزاويه. وهنا اللي احنا لسه عاملينها مع بعض دلوقتي، قلنا طقم الاركوبال او الصيني والميلامين. وده طقم الميلامين والصيني. خلاص كده يبقى احنا خلصنا الجزئيه اللي تحت من المطبخ. استنوني بقى في باقي ترتيب المطبخ عشان نرتب مع بعض الاجزاء، الجزء العلوي والرخامه كمان. الا ان القاكم لكم من ارق التمنيات. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. عمري ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق، ولا شيء يبقى كحسن العمل.